فلاحظني ان انت كصاحب مشروع في عده امور لازم تحطها بالحسبان وفي البال قبل لا انك تبادر وتبدا اللي هو مشروعك او انك تبدا مشروعك بطريقه رسميه. فراح نمر على 10 امور الواحد حلو انه يفكر فيها ويحطها في باله. اول شيء، هل انت على استعداد انك تضحي بنمط حياتك؟ بمعنى اني انا عندي ربعي، عندي طلعات، روحات، احب البلاي ستيشن، الجمعة والسبت لازم اطلع مع فلان ولازم اروح الشاليه، انام من اي لين يقول الله اكبر المغرب وانا نايم. هذه امور ما تنفع اذا انت ناوي تفتح مشروع. صح؟ صاحب المشروع احيانا حتى ما يكون فرق بين الجمعة والاثنين. احيانا تمر ظروف انا ما فرق بين الجمعة والاثنين، في شغل. اذا نشوف ان صاحب المشروع لازم يكون مرن، مستعد انه يتقبل التغيير اللي راح يجي بحياته. في ناس تخاف، والله انا اروح اقدم على عرض حق الجهه الوزاره الفلانيه شمون فيني، الوزاره تبي الشركات الكبيره. لا، من قال هالكلام؟ انت بادر، حاول، تاكد 100% راح يجونك في يوم من الايام. على الاقل ينزل بالسي في مال الشركه مالتك او مشروعك انك انت كان لك مبادرات وتواصلت وقدمت عروض. فروح المبادره، التفاؤل، المنافسه، هذه جدا مهمه لي انا كصاحب مشروع، وايضا مهمه اللي هو المشروع. اليوم هو اليوم الثاني لبرنامج المشاريع الصغيره. يهدف لقاء اليوم الى تعريف المشاركين او الشقرديه بمهارات عندنا المبادر او صاحب المشروع، بالاضافه الى المهارات الاساسيه لاختيار فكره المشروع. لأن بناء على اختيار الفكرة والتعرف على المهارات راح تكون للمبادر القدرة على التخطيط لما بعد أو للمرحلة القادمة من اللي هو بداية المشروع كتخطيط أو دراسة لفكرة المشروع. هذا بشكل عام اللي غطيناه اليوم. طبعا تعرفوا على أهم مواصفات المبادر، بعض الأسئلة اللي سألوها لنفسهم من خلالها الواحد يقدر يتعرف على نفسه إذا كان فعلا هو مؤهل انه يكون صاحب مشروع او لا، او ايش هي الامور او النقاط اللي بحاجه الى تطويرها حتى يكون قادر على دخول عالم المشاريع. هذا الاكسبيرينس مالي انا الحين كله خلال هالاربع اسابيع هذا بيدينكم. انتم قاعد تاخذون كونسلتيشن، قاعد تاخذون منتورشيب، زين، وانتم شلون بامكانكم تستفيدون مني انا من هني لهني. شنو المحتاجين؟ اقول والله معلومه معينه، اكسبيرينس معينه اقدر افيدكم فيها، لا ترددون تسالون. زين، انا اشيك ايميلي فوق ال 20 30 40 مره باليوم. فام اكسسبل اونلاين. حتى لما النوف قالت لي خالد الشباب يقعدون وياك وهذا، قلت لها شوفي انا ما عندي مشكله، زين طرى شلون مني؟ قلت لها ما ينفع ايميل، لازم اقعد وياهم احدد الفكره، بس يمديكم يوم الخميس، يمديني يوم الخميس. لان انتم جايين اتوقع خلال الفتره اللي فاتت الايام اللي فاتت بديتوا تكونون فكره معينه. اليوم في محاضره الدكتوره ريهام ممكن اعطتكم تصور ثاني. زين، الدكتوره ريهام عندها خبره اكثر مني في البرنامج، يمكن صار لها يمكن 2 أو 3 سنين وياهم، انا اول سنه مع برنامج شقردي، وان شاء الله تكون هذه اكسبيرينس بالنسبه لي انا مختلف عن التجارب اللي فاتت. اليوم أنا دوري في برنامج شقردي الأساسي إني أكون مرشد للشباب الخاص بالفئة الخاصة للمشاريع الصغيرة، شلون بإمكانهم الفكرة اللي موجودة عندهم تخدم المشاريع الصغيرة أو يكون عندهم فكرة لمشروع صغير. إحنا بالنسبة لنا كمنتورز دورنا الأساسي بنفس الوقت نعطيهم من خبرتنا ومن تجاربنا اللي مرينا فيها، ونعطيهم نصايح شلون بإمكانهم يوصلون حق النتيجة اللي بيوصلونها. الشيء المميز في برنامج شقردي السنة هذه إنه فصلوا دور المحاضرين عن المرشدين. دورنا راح يكون وايد استشاري، بنفس الوقت دورنا راح يكون وايد مهم اللي يكمل دور المحاضرين اللي موجودين في برنامج شقردي.